النهارده يا شباب هنقدر نتعلم مع بعض ازاي نغير باسورد راوتر اورنج الجديد الفي اس ال اخر اصدار في شركة اورنج موديل اتش 188 اي. هنتعلم النهارده نغير الباسورد بتاع الواي فاي ازاي، ونعمل اخفاء لشبكة الواي فاي ازاي، ونبدأ كمان نغير اسم الشبكة، ونبدأ نعمل حماية للشبكة بتاعتنا. تمام، كل اللي علينا هنكون فاتحين المتصفح بالشكل ده، وهنبدأ نكتب 192.168.1.1.1 وهقول انتر. مجرد اني ضغطت انتر فتح معايا صفحة الراوتر. هنا بيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر. هنكتب اليوزر نيم اللي في ظهر الراوتر والباسورد ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبناهم هنبدأ بقى نقول لوج ان. تمام، هيبدأ يفتح معانا صفحة الراوتر بالشكل ده. نختار حاجة اسمها لوكال نتورك، هنضغط على لوكال نتورك. بعد كده هنبدأ نختار دبليو لان، هنضغط على دبليو لان. بعد كده نختار حاجة اسمها دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن، هنبدأ نضغط عليها. هيبدأ يفتح معانا الشبكات بتاعة الراوتر. طبعا حضرتك هتشوف انت مفعل اي شبكة. انا طبعا بالنسبة لي مفعل شبكة اس اس اي دي 1 و اس اس اي دي 2. تمام، ولكن هبدأ اعمل الاعدادات او البيانات او بيانات الواي فاي هغيرها. تمام، من خلال اس اس اي دي 2. تمام، عشان اوريكم الطريقه. انت لو عندك فاتح اكتر من شبكه وعايز تغيرها هتبدا تعمل نفس الاعدادات. تمام، هنبدا نضغط عليها بالشكل ده. هنا جاب لي اول حاجه اس اس اي دي نيم. اس اس اي دي نيم ده اسم الشبكه. طيب انت عايز تغير اسم الشبكه هتبدا تختار وتبدا تكتبه. مثلا بالنسبه لي ممكن اجي اكتبه عمرو مثلا. تمام، كتبت اسم الشبكه مثلا عمرو. تمام، فانا كده غيرت اسم الشبكه بتاعتي وخليتها بقى اسمها عمرو. تمام، هنيجي هنا عند اس اس اي دي هايد، دي خاصه باخفاء الشبكه. لو محدد على اون بالشكل ده كده انت عامل اخفاء لشبكه الواي فاي. طب عايز اظهر شبكه الواي فاي احدد على اوف. طيب عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي هبدا اضغط على اون. تمام، بعد كده هبدا اختار اخر حمايه بالشكل ده كده. هنشوف الحمايه، هبدا اختار اخر حمايه. بعد كده هاجي عند الباسورد. طبعا انا هبدا اكتب الباسورد بتاع الواي فاي، هغيره طبعا، هكتبه مثلا وليكن اي حاجه. طيب انا كتبت دلوقتي وهو ظاهر عنده نقط، فانا مش عارف انا كتبت حرف زياده حرف ناقص، فمش عارف. طب اعرف ازاي؟ همسح واكتبه تاني؟ لا طبعا مش هتمسحه وتكتبه تاني. كل اللي عليك هتبدا تيجي عند المربع ده وتقول شو باسورد، يعني اظهر لي الباسورد اللي انا كتبته. فهو ظهر لك الباسورد اللي انت كتبته. تمام، طيب انا عايز بقى ابدا اغيره تاني. ممكن اخليه مثلا احمد بعد كده اعمل حرف ايه كبير اللي هو كابيتال. بعد كده ابدا اعمل 23. بعد كده ممكن اعمل شباك واعمل حرف ايه سمول. بعد ما عملت البيانات دي كلها ببدا اضغط على كلمه ابلاي. تمام، عملت ابلاي هيبدا يحفظ لي البيانات، ولكن انا مش هعمل ابلاي عشان انا مش عايز اغير البيانات بتاعتي. فانا هبدا ادوس على كنسل، هيرجع للاعدادات الافتراضيه. لكن بالنسبه لك انت هتغير هتعمل ابلاي. تمام، عشان يحفظ لك البيانات ديت وتبدا تشتغل بالبيانات الجديده. تمام، طيب هكرر بسرعه كده. اس اس اي دي نيم دي خاصه بتغيير اسم شبكه الواي فاي. تمام، اس اس اي دي هايد دي خاصه بعمل اخفاء لشبكه الواي فاي. لو محدد على اون كده انت عملت اخفاء للشبكه، لو محدد على اوف كده انت ظاهر الشبكه. ده طبعا الحمايه بتختار اخر حاجه. بعد كده هتيجي هنا للباسورد بتاعك، بتبدا تكتب الباسورد بتاع الواي فاي وتغيره وتبدا تعمل ابلاي يحفظ لك البيانات. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.